شوفوا يا رب يكون مبين عليكم. هيك بيعمل ممكن تغير حضارات كاملة، بتصدقني؟ يعني كان أندر وأنفس وأثمن من الذهب. يعاقب بأشد العقوبات. يعني صورت شوية فيديوهات بالسر بالتهريب وإذا انفجرت أو انكسرت بتصير قيمتها أغلى. يعني بتحسوا حالكم كأنكم عم تاكلوا بإيطاليا ما بتركيا. شوشوا عليها، بلشوا يشوشوا. Beykoz'un rüzgarı في usulca قلب eser. بيكوز بعيدا عن صخب اسطنبول يختبئ جمال لا يشبه مكانا آخر. قطعة زجاجية ضخمة من التاريخ تتلألأ وسط الطبيعة العذراء. إنه متحف الزجاج والبلور. هذا المنظر الخيالي الرائع، الجو اللي بيعشقه كل إنسان. أوراق الخريف تتساقط، الجو لا برد لا شوب، ممر بين الشجار، يمكن هذا شجر الحور، وعم نمشي. يعني شوفوا سبحان الخالق، يا الله. فصل الخريف، ما بعرف إذا واضح بالكاميرا كيف الأوراق عم تتساقط، بس عن جد منظر تساقط الأوراق يعني شيء جميل جدا، مريح للأعصاب، بيحسسكم بشي. دقيقة رح أقلب الكاميرا لأقدر فرجيكم في حال بيبين عليكم. شوفوا يا رب يكون مبين عليكم هذا المنظر اللي أنا عم شوفه. طبعا الكاميرا غير قادرة أبدا تجيب الشي اللي عم تشوفه العين البشرية اللي خلقها رب العالمين، بس قدر الإمكان أنا عم حاول وصلكم الإحساس والصورة اللي عم شوفها، إن شاء الله توصلكم. Camların içinde saklı bir hikaye. Sonbahar dokunur sessizce nazikçe. Gölgeler yürür ışığın ardında. شو بيعمل الأرنب؟ هيك بيعمل، بضل عم يعمل هيك بأنفه. شايفين؟ ايه والله. لين خلودة، كيفك؟ شو أخبارك؟ كيفك مع الأرانب؟ الحمد لله. شايفين شو حلو؟ بيجنن. بدي واحد دادي. بدك واحد؟ هلا بناخذ واحد، هلا بناخذ واحد بنعمله ملوخية. أبشر. لا جبتولي رقايد وانا ما جبتولي. تمام. لو قلت لك انه قطعة ازاز صغيرة ممكن تغير حضارات كاملة، بتصدقني؟ اليوم نحن بمتحف الزجاج والبلور باسطنبول، اجينا لنستكشفه. هذا واحد من اهم المتاحف الموجودة بتركيا. رح نحاول ما تكون فقط مشوار ورحلة، رح نحاول نغوص بحكايا قطع زجاجية شفافة موجودة من العصر السلجوقي والعصر العثماني وحتى يومنا هذا. رح نحاول نغوص بحكايا مخفية داخل قطع أثرية موجودة بالداخل. خليكم معنا. هون وبهذا القصر اللي شيد بالقرن ال19 على شكل حرف اليو باللغة الإنجليزية، كان إبراهيم باشا بعيش داخل هذا القصر وبحيط فيه مئات الدنومات من الحدائق والأشجار. حديقة القصر الخارجية بتضم ما يزيد عن 117 نوع من أنواع الأشجار المعمرة الموجودة بهي الحدائق. فشكله إبراهيم باشا صاحب هذا القصر اللي بناه بالقرن ال19 كان ما بس مهتم بالفخامة ببناء القصور، كمان كان مهتم بالرواء وبالطبيعة من خلال اقتناء أشجار
قد يكون عمرها يفوق عمر القصر بحد ذاته. Bahar ruhuma düşer, renkler kırılır, kalbimle birleşir İstanbul'un sesi, içimde gezer, Beykoz'da her an yeniden bir his verir. وهلأ قبل ما ندخل على المتحف خلوني بس نحكي شوي عن أول قطعة زجاج اكتشفت بالتاريخ. طبعا في اختلاف بالمراجع، بعض المراجع بتقول إنه الفينيقيين هن أول مين اكتشفوا الزجاج من 5000 سنة ما قبل الميلاد، وبعض المراجع بتقول إنه أقدم قطعة زجاج موجودة بمصر القديمة من 3500 سنة ما قبل الميلاد. بغض النظر وين وإيمت أول قطعة زجاج تم اكتشافها أو تم صنعها، الشيء المهم إنه بهذاك الوقت كان الزجاج شيء نادر ونفيس وغير قادر أي شخص على الحصول عليه، يعني كان أندر وأنفس وأثمن من الذهب. ليش؟ لأن الذهب كان شيء صار له موجود لسنوات طويلة، قد تكون آلاف السنوات، فكان الملوك وأثرياء القوم وعلية الناس يمتلكون الذهب، بعكس الزجاج اللي كان يتنافس الملوك والأثرياء على الحصول عليه. شوفوا هلأ، شوفوا قديش في حوالينا أشياء مصنوعة من الزجاج، قديش كانت تعتبر ثروة بيوم من الأيام، بس ما حدا معبرها مننا وما حدا منتبه لهي الثروة الحقيقية. Adımlarım yankı olur müzede, her parıltı bir anı gizler içimde, sıcak tonlar. هون هي القطع كلها اللي عم تشوفوها بترجع لعصر السلاجقة. لزمان كان الزجاج أكثر من مجرد مادة، كان رمز للمعرفة وكان يستخدم للطب وللزينة وللكتابة. وبهذه الغرفة الدائرية تم تشكيل النوافذ بأشكال هندسية عبر الزجاج، بحيث لما تيجي أشعة الشمس وتدخل إلى داخل الغرفة تعمل انعكاسات بالضوء لتشكل لوحة فنية قمة بالروعة والجمال. من اللحظة الأولى بفاجئك الضوء بانعكاساته على القطع الزجاجية، لتعرف إنه هاي ما بس قطع فنية عم تشوفها وتمر بيناتها، هاي قصص، وكل قطعة عم تحكي حكاية، وكل قطعة تحمل توقيع للزمن وصوت نفس حرفي عاش قبل مئات السنين. يا الله، شوف الأضواء كيف عم تنعكس وتلعب مع الزجاج. هذه القطع كانت مصنوعة خصيصا لأحد سلاطين الدولة العثمانية. وعلى سيرة القطع الفريدة والدولة العثمانية وسلاطينها، اسمع لي هالخبرية لكان. من زمان كان في قانون بيمنع أي حرفي يشتغل أي تحفة أو عمل أو أي شيء للقصور وبعدها يبيع نفس التصميم لعامة الناس، وكان إذا تم هذا الشيء يعاقب بأشد العقوبات. يعني أنت هون ما شايف مجرد قطع من الزجاج، أنت شايف خصوصية ملكية أصيلة. ومن الخرافات اللي أيضا متعلقة بالزجاج هو اللون الأزرق، اللي كان وما يزال إلى يومنا هذا يعتبر لون للحياة، وكانوا بيعلقوه بالبيوت ضد العين، وهذا أصل الخرز الزرقاء إجا من هون. هذه العربة واحدة من أجمل القطع وأكثرها دهشة بالمتحف، عربة كاملة من الزجاج. تخيل طريقة نقلها وتنظيفها وتزيينها. هي الأشياء كانت تصنع بس للملوك، وغالبا كانت تستخدم لمناسبات خاصة جدا جدا.
للأسف يا جماعة الخير ما قدرت صور كتير، لأنه أغلب الأماكن الموجودة هون هي ممنوع التصوير فيها، ممنوع التصوير بالدرون، ممنوع التصوير داخل المتحف بفيديو، ممنوع التصوير حتى بالحدائق بالكاميرات الاحترافية. ف يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، ما كنت عرفان وما قدرت أحصل على أي تصريح لأقدر صور. يعني صورت شوية فيديوهات بالسر بالتهريب على شوية صور راح نحركها لنشوف إن شاء الله يعجبكم، لنشوف بالمونتاج هلا شو رح نعمل. هلا هون نحن حاليا بالمتجر تبع الزجاج. شوفوا هذا المتجر اللي بيبيعوا فيه، يعني في أغراض هون للبيع، هون مسموح طبعا التصوير ما في مشكلة عليه. وفي شغلات هي إنه ما في منها غير قطعة واحدة تجي. هلا رح صور لكم شيء منهم. شايفين هلا هون هذول في اشياء عليها هذا الختم، تمام؟ فهذا الختم مكتوب عليها يونيك، يعني هاي ما في منها غير قطعة واحدة، ما تم انشاء غير قطعة واحدة منها. فهي من الاشياء الجميلة يعني الموجودة اللي ممكن الواحد يشتري يعني قطعة ويحتفظ فيها، وانه بيعرف انه ما في إلها مثيل ابدا. بدنا نحكي عن هي القطعة. هي القطعة مستخدمة تقنية كانوا يستخدموها قبل 5000 سنة. هاي بيتم حرقها 3 مرات. يعني أول شيء بعد ما بيتشكل الزجاج بيتم قطعه، بعدين بيتم حرقه، بعد ما بيتم حرقه بتلون هذا الزجاج، بعد تلوينه كمان يعاد حرقه بشكل مرة ثانية. هلا شوفوا حتى 30 ساعة بضل عم يحترق بالفرن لحتى يطلع بهذا الشكل. بيرجع بينحرق مرة ثالثة بعد كمان آخر تلوين ليطلع عنا هذه التحفة الجميلة جدا الخارقة للعادة، يعني بحيث الواحد يشوفها. يعني الواحد بيشوفها انه هي قطعة ازاز ما اخذ شيء ولا شغل، ولكن يعني هي اخذ شغل كتير كتير لطلعت بهذا الشكل. قبل 200 سنة كانوا بيعتقدوا انه البلور الحقيقي ليكون حقيقي 100% لازم ينفجر اذا قربت منه النار. لهذا السبب كان في تجار بيشغلوا شموع جنب القطع، واذا انفجرت او انكسرت بتصير قيمتها اغلى من هي وسليمة وصح. بعد ما بيطلع الواحد من المتحف بيشوف هي الكافيه اللي كتير حلوة، ممكن يقعد فيها يشرب ياكل، يعني اسعارها مقبولة والله. هاي حتى شوفوا هي القعدة اللي مساوينها، قعدة كتير حلوة، يطلع فينا الواحد يطلع على الدرج، مساوين قعدة فوق كمان. القعدة تعتبر كتير حلوة، فيها هاي كنبايات طاولات زوايا بشكل جميل. شايفين هاي اطلالتها. كمان في طاولات خارجية هلا فرجيكم اياها. هاي درج ثاني كمان نزله. شوفوا في قعدات خارجية كمان كثير مرتبة وكثير حلوة. يعني ممكن الواحد ياخذها هيك كاستراحة او لنهاية الجولة، انه يشرب شي شغلة، ياكل شي شغلة. في عندهم انواع حلويات، في عندهم بيتزا، في عندهم مشروبات، شاي، كافيه، قهوة بانواعها. يعني في كثير اشياء ممكن الواحد ياخذها وهو عم يتفرج على هذا المنظر البديع مع تساقط اوراق الخريف. يا شباب عن جد يا جماعة الخير، المنظر لا يوصف، يعني جميل جدا، خاصة مع هي الأجواء اللي هي لسه لا برد كتير ولا شوب. بنفس الوقت المنظر تبع انه اخضر واحمر واصفر. يعني ثواني رح اقلب الكاميرا فرجيكم بس هذا المنظر لأنتوا تقدروا تحكموا بنفسكم. يعني شايفين الألوان
يعني رح تشوفوا أخضر، بنفس الوقت رح تشوفوا بعض الأوراق الأشجار صارت حمراء، أوراق أخرى صفراء، عم تتساقط بشكل مستمر دائم. يعني أنت واقف عم تلاقي الأوراق عم توقع عليك وعم تنزل عليك. عن جد يعني منظر خيالي. أنا بتمنى كتير يكون واصلكم هذا الإحساس وهذا المنظر اللي أنا عم شوفه عبر الكاميرا. إن شاء الله يعني إن شاء الله يقدر يوصلكم ولو بجزء منه. شايفين الألوان ما أجملها؟ يا الله، سبحان الخالق، سبحان الله، سبحان الله العظيم. يا جماعة الزجاج أصله رمل. ايه رمل، حرفيا رمل، بس بيتم صهره بدرجات حرارة عالية جدا توصل ل1000 درجة مئوية. هاي العملية انت ممكن تشوفها عملية بسيطة، بس هي عملية معقدة، وكانوا من زمان يسموها فن السيطرة على النار. وهلا بعد ما خلصنا الجولة حبينا ناكل شغلة خفيفة قبل ما ننهيها. شوفوا جبنا بيتزا مارغريتا وجبنا سميت اسمه سميت القصر. هذا السميت ريحته يا جماعة بتجنن. أول مرة رح نجربه لنشوف يعني بهذه الكافيه. هو فقط هيك عبارة عن تجربة لنشوف شو حلو. هذا الصحن اللي عطوه إياه لبيبرس، صحن مرسوم عليه طاووس كتير حلو. هاي صحن تاني كمان عطونا اياه. ايه اجباري، بما انه متحف زجاج يفترض يكون في اشياء من الزجاج غريبة ومذهلة. يا جماعة والله ما مجاملة، حتى انا وقفت الفيديو بس رجعت صور بعد ما دقت هالبيتزا المارغريتا. خيالية خيالية، فيها طعمة يعني الله اكبر عليها. فنصيحة إذا حدا إجا على هذا القصر أو هذا المتحف يجرب ياكل عند هذه الكافيه أو هذا الكانتين. هلا حجرب السميد وفعلا حكون صريح معكم يعني نشوف. هلا ريحته مثل ما عملكم بتجنن. حاطين فيه بزر وبيستو، حاطين بيستو ريحان وهي الامور. هي البيستو كتير طيبه بتجي. هات نجرب. طيبه بس ما مثل البيتزا. البيتزا فيها شيء خيالي. عن جد يعني بتحسوا حالكم كأنكم عم تاكلوا بإيطاليا ما بتركيا. أما هاد يعني في سميت أطيب للأمانة عند غيرهم. يلا سلام. Sarar tüm şehri, camda bir dünya, solmaz hiçbir izim. Gölgeler yürür ışığın ardında. من زمان كان في عالم اسمه أوتوشوت. هو عالم ومخترع وكيميائي ومهندس ألماني، ولد بعام 1851. هذا العالم اكتشف نوع من الزجاج مقاوم للانفجارات، سماه زجاج الأمان. هذا الاختراع حرفيا أنقذ حياة ملايين الأشخاص حول العالم، وصار يستخدم بالسيارات، بنوافذ الطائرات، وبكتير أماكن تانية. انت عم تصور صح؟ ايه بابا هصور. يا قد تكون دقيقة يا شوشوا عليها، بلشوا يشوشوا. خلص رجع هو هي. شو صار؟ Zaman donar camın aynasında. Camda sonbahar ruhumu büşer. Renkler متحف الزجاج في اسطنبول ليس مكانا تشاهده ثم ترحل، إنه رحلة بين تاريخ صامت وطبيعة ناطقة، لتتذكر بأن الجمال يمكن أن يولد من الرمال ويخلد قرونا من الزمان. yapraklar düşer, rüzgar susar, camda kalan ben zamana karışır.